السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صلصة المحشي زي ما شفتيها كده في اول الفيديو. هتسهل عليك خالص خالص في رمضان ان شاء الله. انا معايا هنا حوالي 3 بصلات كبار وبقدونس وكزبرة وشبت وفلفل اسود وملح وكزبرة ومرقة. تمام. وهنا حوالي 3 كيلو من الطماطم. طبعا انت هتعملي الكمية اللي انت عايزاها، مش لازم نفس الكمية. خلاص. انت لو عايزه تشيلي الخضره دي في التلاجة مثلا حوالي 15 يوم، هتجيبي قماشه قطن وتلفيها وكل شويه تطلعيها وتنمشيها كده بميه، تنديها بميه وتدخليها تاني. هتقعد معاكي فتره حوالي 15 يوم لو انت عايزه تشيلي الخضره بس. انا هنا ضربت هنا الطماطم. تمام. حوالي هنا 3 كيلو من الطماطم. تمام. مع 3 بصلات كبار. وهبدأ هنا اقطع الخضرة. خلاص. انا قلت لك قبل كده استخدمي مقص للمطبخ، بس خلي الخضار بس كده. انا هنا هقص الحتة اللي من فوق دي بس كده. وببدأ بعد كده اقطع الخضرة. تمام. بالمقص اسهل معاكي خالص ويقطعها لك صغير. خلاص. ابدأ اقطع بقى اللي هي الكزبرة والبقدونس والشبت. هتجيبي كمية حلوة يعني من الخضرة، علشان دي هنفرزها للمحاشي. يعني دي صلصة محاشي، سواء فلفل وبتنجان او سواء ممبار او ورق عنب او كرنب. يعني بتطلعي الكيس وبتطلعي تحطيه على البوتاجاز يفك، وبعد كده بتحطي عليه على طول كمية الرز اللي انت عايزاها. تمام. انا كده كنت خلصت الخضرة والطماطم والبصل. هبدأ اجيب احط البصل في زيت مش في سمنة. بنعمل المحشي بالزيت. زيت يكون نظيف يعني. تمام. بتبدأ تشوح شوية وبعد كده بنزل بالبهارات، المرقة والكزبرة والملح والفلفل الأسود بس كده. وبقلبهم شوية برضو. انا مش بفضل اقلب في البصل لغايه ما تحمر خالص، لا. انا بدبلها يعني. هنا برضو كانت لسه برضو شويه. تمام. لغايه ما توصل للون اللي انا هقولك عليه دلوقتي. بعد كده بنزل عليها بصلصه الطماطم. هنا كده كنت خلاص تمام، يعني مش محمره خالص. لا، احنا بس عشان ما تبقاش مسبكه قوي. خلاص. وطعمها ما يتغيرش معايا. فانا بقى هنا بحط كميه الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط. تمام. وبسيبها بقى تتسبك شويه على البوتاجاز. اول ما بتدخل في الغليان بنزل عليها بحوالي نص برطمان من الصلصه دي هعملها لكم مع بعض ان شاء الله. شايفاها حمرا ازاي. هنعملها بطريقه حلوه. مش هتخليكي تحتاجي تشتري صلصه تاني من بره. انا حطيت حوالي نص برطمان من الصلصه. تمام. لازم ضروري نحط صلصه لان هي اللي هتخليها لك لونها احمر. بعد كده بسيبها بقى تغلي على البوتاجاز كويس جدا لما توصل للون اللي انت شفتيه ده تسبيكه. بعد كده بحط بقى الخضره في الاخر خالص. يعني انا ما بحطش الخضره وهي البوتاجاز شغال على الصلصه، لا. بطفي عليها وبعد كده بنزل بالخضره عشان تفضل محتفظه بالخضار بتاعها والريحه والطعم. وبسيبها تبرد خالص. وبعد ما بتبرد ببدا اجهزها بقى في اكياس تلاجة وعلى الكميه اللي انت عايزاها. تمام. انا بجيب علبه او كوبايه او اي حاجه بتحط فيها الكيس التلاجة. عشان ما تبهدلش الدنيا يعني. خلاص. وببدأ أعبي الكمية على حسب كيلو رز. يعني أنا هنا حاطة حوالي في الكيس إن أنا يعمل لي كيلو من الرز محاشي. يعني أنا بطلع الكيس أحطه على البوتاجاز يفك كده ويبدأ يسخن. بنزل عليه بعد كده بالرز على طول كيلو من الرز. وببدأ أحشي بقى على طول. يعني ما بتشيليش هم بقى تقطعي خضرة، ما بتشيليش هم تعملي بصل، ما بتشيليش هم تضربي طماطم. لا، بتطلعي الكيس وتسيبيه على البوتاجاز يفك. وبعد كده بتحطي كمية الرز اللي انت عايزاها. تمام. لو انت عايزة تعملي أزيد من كيلو بتطلعي كيسين. خلاص. وبتبدأي تعمليها كده وتفضي منها الهواء وتربطيها. تمام. تعملي الكمية اللي انت عايزاها. بس بجد بتوفر علينا وقت حلو جدا. ولا بتشيلي هم خضرة موجودة ولا لا، خضرة غالية خضرة رخيصة. بتبقي بتطلعي الكيس والكرنب طبعا ان شاء الله باذن الله هنعمله في الفيديو اللي جاي. يبقى احنا كده عملنا صلصة المحاشي وهنسلق الكرنب مع بعض. بتبقى كل حاجة معاكي جاهزة ان شاء الله باذن الله. بتبدأي تخلصي الكمية كلها. يعني انا 3 كيلو عمل لي حوالي 6 اكياس. يعني كل كيس هياخد لي حوالي كيلو من الرز في كل مرة. بجد حلوة جدا وبتوفر وقت ومجهود وسهلة. وتتبيلتها حلوة خالص وان شاء الله بإذن الله توفر عليكم وقت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ومتنسوش بقى اشتراك وشير واشتراك في القناة ولايك. بجد حلوة جدا. يعني الكيس بحط زي ما قلت لك حوالي كيلو من الرز. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.